النائب العام اتصل وانا جوه عند رئيس النيابه، وابلغنا حرفيا بالاتي: يعامل رامي معامله اي مواطن عادي. مواطن عادي؟ مواطن عادي يعني ايه؟ علي الوزير، انا مش هخبي عليك، المساله مش بسيطه ابدا، مساله في منتهى الخطوره. الموضوع باختصار كده: رامي ابن حضرتك واتنين من صحابه خطفوا 3 سيدات تحت تهديد السلاح، يعني خطف مسلح. خدوهم على فيلة المزرعة تبع حضرتك اللي في المريوطية، وهناك تناوبوا اغتصابهم. اغتصاب؟ ابني؟ في الفيلا عندي؟ دي نتيجة التحقيقات الأولى واعتراف المتهم الأول. يعني عندنا هنا 3 محاور: عندنا قضية خطف تحت تهديد السلاح، يعني خطف مسلح. 2 اغتصاب مقترن بهتك عرض. 3 وهو الأهم: رامي ابن معاليك هو المتهم الرئيسي في جريمة شروع في قتل المتهم الأول. خطف مسلح واغتصاب وهتك عرض؟ ابني انا؟ رامي؟ معالي الوزير، انت عارف قد ايه انا بحبك واخدمك بعناية، بس المسألة خطيرة جدا، وانا شخصيا في منتهى الحرج، لان انا طول عمري بنادي في الجامعة وفي ندوات وفي لقاءات تلفزيونية، بطالب دايما ان عقوبة الاغتصاب تبقى الإعدام. ليه يا مرسي؟ ليه؟ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أحسن حاجة بتعمليها إنك بتقري قرآن، هيريحك، بيصبرني ويبرد ناري على موت أبويا اللي راح بحسرتي. الله يرحمه وصاني عليكي قبل ما يموت. حنان، انت عارفة أنا بحبك قد إيه وبخاف عليكي قد إيه. الحاجة الوحيدة اللي هتبرد نارك إن إحنا ناخد بطارنا. أنا عارفة إن مش وقته مناسب إني أقولك الكلام ده، بس مش هتخسري أكتر من اللي انت خسرتيه في حياتك. انت هترتاحي لما تشوفيهم بيتعاقبوا بعد اللي عملوه فينا. فكري تاني عشان خاطري. بتمسحي دموعي يا دكتورة؟ طبعا. وانتي مين يمسحلك دموعك؟ ربنا أحن علينا من نفسنا، صدقيني ربنا كبير. ممكن حضرتك فنجان قهوة تاني، بس يتقلوا البن على قد ما يقدروا، لأني حاسس بصداع جامد قوي. ممكن طبعا. أوامرك يا فندم. فنجان قهوة بن تقيل وبسرعة. بس سادة سادة من غير أي سكر لو سمحت. وحضرتك حسني بيه؟ اعمل لي شاي يا عم عيد. أوامرك يا باشا. احنا وصلنا يا عم هشام لحد ما خرجتوا من عند ابو صباح وانتم مساطيل على الاخر وخطفتوهم تحت تهديد المطاوي والمسدسات وجيركن ميه النار. بس أنا زي ما قلت لحضرتك، أنا لا هددت ولا خطفت، أنا بس كنت معاهم. بس اقوال المجني عليهم بتقول ان انتوا اخدتوهم على مزرعه الوزير شكري جلال. فعلا. وده يثبت لحضرتك ان انا ماليش دعوه باي حاجه، لانه الفيلا والمزرعه بتوع ابو رامي. شوف بقى يا عم هشام، بعد ما تشرب فنجان القهوه الساده البن التقيل، عايزك تركز معايا كده وتحكي لي بالتفصيل من اول ما دخلتوا من باب المزرعه. وزي ما قلت لك، كل ما اكون واضح وصريح معايا كل ما يكون ده في صالحك. اديله سجاره من معاك يا استاذ رؤوف. اهلا يا بنت. ممكن اقابل ماما؟ طب لحظه واحده اقول لها.
دكتور عبلة، الانانيس لميس بره وعايزه تقابل سيادتك. خليها تتفضل يا عم عاشور. حاضر يا فندم. اتفضلي يا بنت. شكرا يا عم عاشور. تعالي يا حبيبتي، وحشتيني. انت كمان وحشتيني قوي. وحشتيني، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب. حاسه بايه دلوقتي؟ لا انا كويسه جدا الحمد لله. بجد مش تعبانه؟ لا لا طبعا الحمد لله كويسه. طب قولي لي تشربي ايه؟ لا يا ماما انا بس كنت عايزه اعرف حضرتك طلبتيني ليه. انا قلت يعني اسيبك تقعدي مع نفسك وتراجعي حساباتك شويه وبعدين اتكلم معاكي. ماما انا بجد ما بقتش عارفه اعمل ايه. بصي يا لميس، انا عايزه اقول لك ان احنا بنتعب وبنسهر الليالي وبنشقى علشان نعرف نربيكوا كويس، عشان نعرف نخليكوا تعرفوا ايه الصح من الغلط، تعرفوا يعني ايه الجمال والحب والقوه والضعف. القوه مش معناها ابدا انك انت يبقى صوتك عالي ولا تبقي قليله الادب ولا تتكلمي بعنف ولا تتصرفي بعنف. بالعكس، القوه انك انت تعرفي ازاي تعدي من الازمات، تعرفي ازاي تحكمي عقلك. الحكمه والعقل ده اللي بيعمل التوازن. ماما انا مش عارفه حضرتك بتقولي لي الكلام ده كله ليه. عشان اللي عملتيه. انت عارفه يعني ايه انتحار؟ يعني كفر بالله. احنا لازم نحمد ربنا على كل نعمه اداها لنا في حياتنا. خليتيني احس ان انا وابوكي معرفناش نربيكي، ان احنا فشلنا في المهمه بتاعتنا. ما قدرتش اتحمل اي كلام عليكي. يا حبيبتي انا عارفه، بس احنا مش عايشين في الجنه، احنا عايشين على الارض. في ناس صح وفي ناس غلط، في الظالم والمظلوم. لازم تفهمي مش هتغيري الكون. صدقيني في ناس بتدي لنفسها الحق انها تحكم على غيرها ومش من حقها انها تحكم الحكم ده على غيرها. لازم نقرب من ربنا اكتر، لازم يبقى عندنا ضمير في كل حاجه. حبيبتي. استاذ رامي، احنا بقالنا 5 ساعات عمالين نلف وندور. كل ما اسالك على حاجه تقول ما حصلش. انا عايزك بقى تعرف كويس ان انا نفسي طويل قوي ومش هسيبك الا لما تعترف. جمال بيه، اذا سمحت، انا معترض على اصرار النيابه على تضييق الخناق على موكلي لانتزاع منه اعتراف بجريمه لم يرتكبها. وفي المحضر اذا سمحت. دكتور مرسي، حضرتك من اساتذتنا الافاضل اللي اتعلمنا ودرسنا القانون على ايديهم، واعتقد ان حضرتك عارف كويس قوي ان مش من حق المحامي اثناء سير التحقيقات في النيابه انه يعترض الا في حاله واحده، اذا النيابه تجاوزت. ومتهيألي النيابه لم تتجاوز حدودها، وان دور حضرتك هي مراقبه التحقيقات فقط دون ادنى تدخل. عندك حق. انا اسف يا جمال بيه وبسحب اعتراضي. رامي، صدقني الانكار مش هيفيدك، لان في تحريات وفي سيد صاحبك ده اللي اعترف عليك والمجني عليها اللي اتعرفت عليك في طابور العرض. ما حصلش. وايه اللي ما حصلش بالظبط؟ ما حصلش مني اي حاجه. هي دي بقى الكلمه يا دكتور مرسي اللي حضرتك حفظتها له عشان يرد بيها على اسئله النيابه لما انفردت بيه؟ يا جمال بيه، اعتقد ان القانون بيعطي حق لاي متهم انه ينفي اي تهم موجهه اليه، مش كده ولا ايه؟ عموما يا استاذ رامي، سواء تنفي او تعترف مش فارقه بالنسبه لموقفك في القضيتين، سواء قضيه الشروع في القتل او قضيه الاغتصاب وهتك العرض، لان الادله قويه جدا ضدك. وصدقني اعترافك هيفيدك اكتر ما هيضرك. ما حصلش. والمجني عليها اللي اتعرفت عليك في طابور العرض دي كدابه و60 كدابه. وسيد عبد السلام محمد جعفر الشهير بسيد شكمان اللي اعترف عليك. انا ما اعرفش حد بالاسم ده. جمال بيه،